السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكل امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الجو النهارده حر شارد جدا جدا، لذلك درجه حراره الفقاسه رفع معانا. بس انا هرش دلوقتي وش الفقاسه من جوه ميه، هيرطب الفقاسه بتاعتنا طول اليوم. فربنا يبارك معانا النهارده انتاج في الفقاسه. ربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان. المنظر في الفقاسه رغم هي الكميه بسيطه، بس فكرتني في اول ما اشتغلت في التفريغ خالص. ما كنت بحط، لا كنت بحط درج ولا كنت بحط قفص ولا الكلام من ده. كان كل الخير بينزل في ورقه الفقاسه. فانا نسيت ميعاد الفراخ ديت، فهم لقيتهم في ورقه الفقاسه. بسم الله ما شاء الله، ما حوالي 12 او 13 كتكوت بالكتير. بس هنقلب البيض بتاعنا الاول كده ونرشه ميه. دي القشوره اهيت، وفي كتكوت اهوت لسه معانا هو ناشف. بس هو البيضه بتاعته كانت صغيره، يعني هي البيضه بتاعته صغيره. هو ناشف وحلو بس الصرار بتاعه لسه طالع بره. هو مش طالع بقى، هو خاتم، هو كل حاجه، بس حاجه بسيطه لازقه في القشره. فانا لو شديتها دلوقتي هيقوم ميه. فدي القشور اللي طالعه معانا. وهنوريكم الكتاكيت دلوقتي. كانت جايبه لي كميه بيض بط وبيض فراخ. بيض البط حتى جابت لي مره تانية بيض بط، كل بيض البط اللي هي جايباه فاضي، مفيش ولا بيضه توحد ربنا فيها بذر. فكل البيض اللي موجود فاضي. فانا هطلع البيض الاول اللي موجود كده اهوت. كل ده فاضي، بط وفراخ، يعني في كمية فراخ فاضية. دول كده 6. 10 فراخ اهمت. والبط اللهم صل على محمد 10 برضو. بدل البط كله فاضي، مفيش ولا بيضة فيها بذر، كله فاضي. حتى اللي هي جايباها بعد كده برضو طلع فاضي. ننزل كده انت يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الرف ده ننفضه بقى خالص عشان لما يبقى معانا بيض يبقى الرف نضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. دول بطان بط بتوع جماعه برضو فيهم بذره، من حوالي 4 بيضات او 5 بيضات. مش عارفه بيض البط اللي بيجيلي كله فاضي، مش عارفه ايه السبب. الناس بقى دنيتها ايه ولا نظامها ايه، مش عارفه. دي الكميه ديت بيض السمان ده بتاعنا. ربنا يبارك يا رب. ودي بيضه البطه بتاعتنا اللي اتباضت عشان نجربها ونشوف الذكر بتاعنا بيخصب ولا لا. دي كميه بيض فراخ على وش خروج. انا لسه رشهم ميه دلوقتي وهرشهم تاني. ودول برضو هيطلعوا بعد منهم بيوم ولا باتنين، فهنرش ميه عشان نرطب البيض. عشان ايه؟ الحراره بتاع الجو النهارده صعبه، فهترفع حراره البيض، فاحنا في غنى عن الكلام ده كله. ده برضو بيض سمان لجماعه تانيين اهمت، لنفس الست اللي ما بتطلعلهاش الدفعه اللي عدت دي. هي زمانها مش عارفه، بس نسبه اللهم صل على محمد النسبه قد ايه في الذكور، فعشان كده هي سايباهم مع بعض. فنسبه الخصوبه عندها وحشه جدا جدا، نسبه الخصوبه بايظه خالص. ده بيض البط بتاع الست اللي انا مطلعها بيضه دلوقتي. برضو انا فرست بيض البط ده كله فاضي، فانا هشيل بيض البط وهشوف في بيض الفراخ في قد ايه برضو فاضي عشان اخرجه وادي لها حاجتها على بعضها. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله. وبيض السمان ده برضو بتاعها الدفعه ديت اللي على وش خروج، لو هيخرج منها حاجه يعني، فربنا ييسر. كان الراجل اللي بيجيب له البيض بتاعها كانت عطيله حوالي عن 60 بيضه، فالكرتونه وقعت منه وصفى منهم ال20 دول. فالله اعلم بقى ايه اللي هيطلع وايه اللي مش هيطلع. وده برضو بيض بط. الكميه دي كلها مخصبه، ان شاء الله بيضه واحده بس اللي فاضيه. ربنا يبارك لاصحابه. اللي فاهم يا جماعه بيريح نفسه بيريح اللي حواليه والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اهمت الكميه اللي خارجه معانا. مش هطلعهم، انا هسيبهم في الفقاسه لحد بس ما يجي ياخدهم. عايزه اوريكم كتكوت القمر ده. بسم الله ما شاء الله. كتكتها جميله جدا جدا. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اهو. شايفين حجم الكتكوت؟ بسم الله ما شاء الله. ولونه جميل جدا جدا. ده هيطلع رصاصي في اسود، جميل جدا جدا. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع اهو. تعالوا بس كده، عايز اشوفهم بس كام كتكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله.
ادي 3 6 9 11 كتكوت. انا كنت مفكرهم 13. دول 11 كتكوت وطالع 10 بيضات فاضيين، يعني كان ليها 21 بيضه. النسبه النص بالنص، فنسبه الخصوبه عندها وحشه جدا جدا، فربنا يبارك لها في اللي طلعوا بقى. هفرز البيض اللي موجود معانا واشوف نسبه الخصوبه برضو اللي فيه ايه عشان اطلعه لها تاخد حاجتها على بعضها. فخليكم معايا. فرست البيض كله يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بيض البط برضو التاني طلع كله فاضي، وبيض الفراخ 5 بس اللي مخصبين. هي كانت جايبه 11، 5 مخصبين و6 فاضيين اهم. يعني برضو النسبه اعتبر النص بالنص، فالنسبه عندها وحشه جدا جدا. فانا هجمع لها بيضها على بعضه كده لحد ما ايه اللي يجي ياخد الفراخ ياخد البيض، عشان بس كل واحد ياخد حقته، كل واحد اولى بحقه. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع. شوف بقى السمان بتاعنا الصغير. دي سمانه لقيتها ميته امبارح في وسطهم كده، كانت رجلها بتوجعها فهي ماتت. فهنشوف برضو لو في حاجه ميته تاني، مش عارفه في ايه بالظبط. انا مش عارفه السمان الصغير في ايه. اهو 3 برضو اهو. هم مخلصين ميه مخلصين علف. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله. الكميه معانا الله اكبر عليهم. فايقين النهارده 10 على 10. بسم الله ما شاء الله. السمانه الرفيعه او اللي فيها اعاقه دي بتموت، فهم كان فيهم 3 أو 4 فيهم اعاقه وكانوا رفيعين، فهم اللي ماتوا. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. انما السمانه الفايقه الحلوه اللي طالعه معاكي كويسه وصحتها كويسه بتعدي معاكي 10 على 10. انا هحاول احط لهم بقى النهارده علف كده ايه من غير ما اصحنه، لان انا اصلا مخلصه علف فعندي كميه بسيطه، فهجزأها عليهم هم والسمان التاني. صلي على محمد عليه الصلاه والسلام. حاجه يتلهوا فيها بس على ما ابعت اجيب علف. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب الخير اللهم امين. هم شكلهم برضو عندهم اسهال، مش عارفه في اسهال، مش عارفه ايه موضوع الاسهال عند السمان. في ايه عند السمان هنا في اسهال ليه مش عارفه، عشان كده دول ماتوا اكيد. دول اكيد ماتوا، بس ما فيش دول ما فيش باين فيهم اسهال يعني. لا في اسهال عندهم اسهال. درجه الحراره عاليه، عايزين حد يشيل اللمبه دي، نحط لهم لمبه 100 عشان ديت سبب درجه حراره درجه حراره اللمبه هي اللي عامله فيهم المشكله دي. فاحنا هنشيل اللمبه ونحط لمبه 100. خلي ابو ليلى يجي يشيلها لنا ونحط لمبه 100 عشان درجه الحراره عاليه عليهم، هي دي اللي جابت عندهم اسهال. فاحنا ما نظلمش بقى نقول بس هم دول كانوا معوقين اصلا، بس لازم نقلل درجه الحراره. احنا كده حضرناهم، لازم نقلل درجه الحراره. فاحط لهم شويه علف واحاول ايه احط لهم اصحى لهم شويه بتاع شيح، على ما اجهز لهم بس شويه شيح ايه احطهم لهم في الميه عشان تظبط الدنيا عندهم. فربنا ييسر يا رب. درجه الحراره هي اللي عامله فيهم كده يا جماعه برضه، لان السليم برضه فيه اسهالات اهوت، فكده هيموتوا مننا. فلازم نقلل درجه الحراره. حطيت لهم كميه علف بسيطه جدا اهي، مش هكتر عشان ما يبعزقوهاش بس في التبن، لحد بس ايه احط لهم اعمل لهم الوصفه بتاعتهم. اغلي لهم شويه شيح مع كزبره كده واحطهم لهم عشان يروقوا عليهم. احنا عملنا للتانيين كده بسم الله ما شاء الله، بقوا معانا 10 على 10 كبار اهمت. عملت لهم الشيح والكزبره بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. يعني مات منهم 2 أو 3 بس لما كان عندهم اسهال، والباقي حبيبتي 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 خوت بالبتاع، والباقي الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله بقوا حلوين جدا جدا. ربنا يبارك يا رب. خبطتها بالبتاع بالعلافه بسم الله ما شاء الله. الباقي ما عادش في اي وفيات ولا عاد في اي مشاكل خالص اهو. هما اللي ماتوا في الاول بس كده، لما لحقناهم بقوا 10 على 10. والفراخ الحمد لله ما حصلش فيهم اي مشكله. البطايتين اللي موجودين معانا دول مش بتوعنا، بتوع جماعه تبع الراجل اللي بيجيب له البيض. هو في بطاطين هنا فانا قلت اسيبهم ياكلوا مع الطيور لحد ما يطلع اي حاجه تانية، لان مش هجيب المشوار عشان بطاطين. بسم الله ما شاء الله اتحضنوا بقوا 10 على 10 اهمت. صاحبتهم هتبقى مبسوطه بيهم. ربنا يبارك يا رب. السمان بتاعنا بقى كبير وحلو اهوت الله اكبر عليه. هنحط له برده شويه علفه، ما بكترش لدول لان دول بيبعزقوا العلف. انا كبيتهم مره واحده. لا استنى خليكم مؤدبين. نقص العلف شويه لان هم بيبعزقوا. السمان مشكلته ان هو بيبعزق العلف على الارض، فانا نقصت العلف شويه يخلصوا واحط لهم تاني. يعني انا عندي هم يخلصوا وانا انزل احط لهم علف تاني مفيش مشكله، انما لو كترت بيبعزقوه في التبن وخلاص انتهى امره على كده. فالفراخ لسه صغيره مش متعوده بقى انها تنقي من التبن وكده، فدول لو على الارض اي علف هيوقعوها ياكلوه. انما اللي هيجي في التبن لان التبن هنا كتير عن الارضيه، يعني بكون حطهم على الارض بيبقى التبن ايه بسيط. انما الوقت في السلكه بيبقى التبن كتير عشان يدفيهم لانهم صغيرين، فالتبن العلف اللي هيقع فيه هيروح علينا. فاحنا بنحاول نحط كميات بسيطه عشان لو بعزقوا حاجه
ما يروحش عنا ايه بخساره. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الاحجام جميله جدا جدا، والفراخ بتاعتنا الله اكبر عليهم. بسم الله ما شاء الله، حلوين هم، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ليا وليكم ولأمة محمد اجمعين يا رب، اللهم امين. ويرزق كل من كان يا رب الخير ان شاء الله. شايفين كتكوت البراهمه ده؟ هو مش براهمه، ده بزراميط براهمه، بس بسم الله ما شاء الله دي حجمه 10 على 10. ربنا يبارك يا رب ليا وليكم ولأمة محمد ان شاء الله، ويرزق كل من كان. عايز اخد الفرخ الرومه ده انزله مع الفراخ التانية، يعني انا عايزه اخده اوديه مع الروم التاني، السيف الصغير موجود هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح لدول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت باخد حذري وانا داخله عشان السمان بيجي تحت رجلي. الحمام بدا ان هو يقف في القفص يا حبايبي. ده الذكر وقف في القفص اهو، مش عارفه بقى هيبيضوا امتى. ربنا يبارك بقى ويرزقنا منهم بحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الفرخ الرومي، مش عارفه راح فين اهو. بسم الله ما شاء الله، هيتعود في وسطهم وهيجي وياهم، وتبقى دنيته تمام احسن من السلكه. انا كنت برضه يجمد شويه هنجيبه وياهم، لان الطير بيحب الجري في المكان. شوفوا ساعه ما فتحت الشباك لهم، المرح والحيويه اللي هم فيه. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. هنجيب لهم بقى شويه العلفه اللي فاضلين ينقروا فيهم كده لحد ما نجيب لهم علف. الله اكبر عليهم، ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك. السمان ما عادش يغيب ويشتغل معانا اهو، الروم الكبير اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله. هنجيب شويه العلف نحطهم لهم ونحط ميه ونظبط الدنيا ونوريكم بعد ما نعلف ان شاء الله. خلاص يا حبايبي، علفت الطيور بتاعتنا. شويه الفراخ دول بسم الله ما شاء الله فيهم كميه فراخ عجباني جدا جدا، هربيها ان شاء الله. ربنا يبارك ويرزق كل من كان يا رب. ربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان. اللي هم الثلاث فراخ اللي هم الكبار دول تهجين الساسو اللي كان مع الهندي. بسم الله ما شاء الله، احجامهم حلوه جدا جدا، والثلاثه ان شاء الله هيطلعوا برابر. هربيهم اذا اراد ربنا وكان لنا عمر، هربيهم الثلاثه برضو مع الفراخ اللي موجوده معانا هنا. الفرخه اللي هي برقبان بزراميط البراهمه، هي عينها وجعاها، كانت مطلوبه مني لاختي وحبيبتي ام هاجر، كانت طالباها مني، وانا قلت لها الاول، سالتها قبل ما ابعت لها الحاجه، قلت لها لها عين وجعاها، قالت لي لا محتمل تيجي عندي وتموت بلاش. فهي لسه عينها وجعاها، انظبطت ودنيتها بقت تمام. هربيها برضو واحطها مع الديك البراهمه، اعلي المستوى بتاعها كمان وكمان. فربنا يبارك يا رب. معايا واحده ثانيه برضو تهجين براهمه هي، بسم الله ما شاء الله. ومعايا هنا 3 تانيين او 4 برضو تهجين براهمه، والدفعه الصغيره اللي جوه فيها تهجين براهمه. كل دول هجمعهم واحطهم مع الديك اللي هو الشمرد الصغير، لما يبدا يشتغل هحطهم وياه، اعلي التهجين كمان، لان انا عايزه اعمل من نوعيه من دي ارقدها، عايزه اعمل نوعيه من دي انها تبيض وترقد عندي فيما بعد. لو استغنيت عن الفقاسه يبقى عندي كميه فراخ بتبيض. يعني انا لو استغنيت عن الفقاسه او حصل فيها اي مشكله لا قدر الله، يبقى انا عندي كميه فراخ بتبيض وترقد. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. وناوي اعود البط بتاعي اللي عندي، اعوده ان هو يبيض ويرقد معانا، عشان يبقى جميع الطيور اللي عندنا بتبيض وترقد، نبقى ناخد بيض انتاج رقد حلو ان شاء الله. علفت دول الرخين اهم، بسم الله ما شاء الله، وحطيت لهم ميتهم، الحمام عاد بياكل وياهم. ربنا يبارك يا رب. دول ان شاء الله ربنا ييسر برضو اللي هيطلع فيهم تهجين برحمه هنربيه. واي فراخ برابر هتبقى موجوده معانا في كل الطيور اللي موجوده عندي، سواء اللي في الدوار او اللي جوه في الاوضه هنا او اللي هنا، كل ده كل جميع البرابر اللي هتبقى عندي مش هبيع بربره واحده، كله هربيه ان شاء الله اذا اراد ربنا وكان لنا عمر. الدفعه اللي بره برضو هوريها لكم، انا علفتهم ان شاء الله. البرابر اللي هتبقى موجوده فيهم سواء هندي بزراميط كله هيتربى، كله هربيه الانتاج البيض اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان يا رب الخير، اللهم امين. كل اللي هيبقى هنا برابر هنربيه ان شاء الله. في كميه برابر هنا حلوه، بس الاغلبيه ديوب، بس في كميه برابر حلوه. فربنا ييسر يا رب ان شاء الله ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير، اللهم امين. ده الانتاج اللي جالنا النهارده من الفقاسه، وجوله سريعه على الطيور بتاعتي كده وانا بعلفها. انت هتنقطع رقبتك النهارده عشان خايفه منك هتعدي الطيور، هي بتبيعها بزورها، هي مفيش فيها اي مشكله، مش عيانه، بس انا ما حبيتش ان انا اربيها لانها بتطشم كده وبتصرخ، فانا مش حابه ان انا اربيها، فان شاء الله هذبحها النهارده. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل مكان. استنوا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.